السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد دائما في تتبع الملاعب المغربية. اليوم غادي نرجعو نشوفو ملعب مدينة طنجة، ملعب طنجة الكبير. المراحل اللي وصل ليها بدا يعني كيعرف الملعب بداية التغليف، وهادو هما الأجزاء اللي كانوا كيتركبوا واللي كيف قلنا كانوا كيجهزوا الرافعة باش أنها غادي تبقى يعني ترفع بجزء بجزء. راه ماشي جزء صغير، جزء اللي كبير. راه كيف كتشوفوا شحال ديال العمال واقفين عليه. هذه هي الآلة العملاقة، غير التركيب ديالها كان خدا وقت، يعني حيت غادي تهز واحد الأجزاء اللي هي ضخمة وكبيرة. هاد الأجزاء هادو اللي غادي يبداو دابا يعني في المراحل ديال التغليف، راه هما واحد الأجزاء اللي كبير اللي كبار زعما. راه التركيب ديالهم ماشي ساهل وكيبغي واحد التركيز عالي. صراحة أنا منين شفت هاد الأجزاء هادو بداو كيترفعوا ولا الحجم ديالهم قدام هاد يعني هاد الشاحنات هادو، راه كيبان لك باللي أجزاء كبارين بزاف وماشي ساهل أنك يعني العملية ديالهم ما غاديش تكون بالسهلة ولا بالعملية الهينة. الحمد لله العمل غادي بشوية بشوية. كنا شفنا أول يعني جزء تهز وتحط وتم التركيب ديالو. يعني الناس بزاف كيقولوا بلي ملعب طنجة يعني ما كيتغيرش، يعني في الإصلاح ولا في هاد الشي اللي فيه دابا. راه العمل راه ماشي ساهل، يعني هاد المرحلة اللي وصل ليها الملعب تقريبا هي من أصعب المراحل اللي فيها الملعب دابا. ولكن في نفس الوقت هاد الشي كيخلينا نعرفوا بلي راه ملعب طنجة غادي يصدم كثير ديال الناس، كثير ديال الجماهير، لان الملعب راه ولا واحد الملعب اللي عملاق. راه كيف كتشوفوا الاجزاء هذا الجزء هذا غير واحد، يعني عمليه ديال الرفع ديالو راه ماشي سهله، واحد العمليه اللي صعيبه واللي خصها كيف قلنا تركيز. كيف قلت لكم يعني غير الحجم ديال هذا الجزء هذا كيبين باللي الملعب طنجة اصبح ملعب عملاق وملعب كبير، وان شاء الله غادي يكون من احسن الملاعب العالميه. الملعب تقريبا يعني غادي في تطور كبير. تركيب الكراسي تقريبا نقدروا نقولوا كملوا. هنا كيف كتشوفوا الطريقه ديال التركيب ديالو هي هذه، يعني خاص ترفعوا الآلية وكيبقى متبع من عند المهندسين ومن عند يعني الناس اللي واقفين على هاد الشغل هذا. كيف قلت لكم عملية راها صعيبة، وهادشي اللي خلى يبين بأن ملعب طنجة العملاق. وإن شاء الله هادشي غادي يدوز سلس كيف ما دازوا جميع المراحل اللي قبل، واللي غيخلي دابا التركيب ديال الأجزاء تقريبا مكمول. كتبقى غير الرفع والتعلاق، يعني كيرفعوه وغادي يعلقوه صافي، وغادي تكمل تقريبا التغليف ديال الملعب. وان شاء الله غادي يكون واجد في الوقت. حنا تايقين في العمال ديالنا وفي السواعد المغربيه، تبارك الله عليهم. هذا الانجاز اللي كنشوفوه كيحمرنا الوجه، حيت تبارك الله هذا الشيء هذا ولا في واحد الوتيره قصيره، وكنشوفوا هذا العمل هذا قدام عينينا، ماشي غير كنسمعوا به. ها انتم كيف كتشوفوا ها الآلية كيفاش كترفعوا، وغادي يدور الملعب كامل ان شاء الله. وهنا في هذه الصورة اللي جاية غادي يبان لكم كيفاش غادي يمشي جزء بجزء بجزء. كنتمنوا التوفيق ان شاء الله، وهذا الشيء غادي يكمل في الوقت. واخوان الى عجبكم الفيديو ما كرهناش ديروا لنا شي ابوني وشي تعليق زوين، وان شاء الله مازال نزيدو نحلو ملاعب اخرى. تهلاو في راسكم.